وأسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في تغطية بين سبورتس لكأس العالم دور ال16 لقاء الباراغواي وفرنسا. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء اسمحوا لي جميعا أن أرحب بمحللي بين سبورتس نجوم الكرة العالمية والعربية، ونبدأ من نجم الكرة الفرنسية سابقا ولاعب منتخب فرنسا ويليام جالس. أهلا وسهلا بك، مساء الخير. مساء الخير، شكرا. كما نرحب بنجم الكرة القطرية سابقا كابتن يونس علي. مساء الخير كابتن. مساء النور. كما نرحب بنجم الكرة المصرية وأسطورتها وبطل أفريقيا والسعيد بانتصار منتخب مصر وتأهلها لدور ال16 لمواجهة ميسي بطل العالم والأرجنتين، كابتن محمد أبو تريكة. مساء الخير كابتن. بيك يا كابتن عبد العزيز. دور ال16 بدأ على طول ليه كده؟ عاوزين نفرح يا عم. سريع عشان نواصل. عاوزين نفرح. ال16 بدأ ليه كده؟ احنا كان ممكن نختم بعد مباراة بسرعة يا عم. احنا البطولات قبل كده كان دور ال16 بيأخر، انما ايه ده؟ عاوزين نفرح شوية. الفرحة مستمرة لأن المغرب حققت نتيجة إيجابية أيضا على مستوى المنتخبات العربية، تغلبت أمام كندا في هذا اللقاء. كابتن محمد، المغرب تسير بخطى ثابتة، أخرجت كندا التي كانت في مجموعة قطر وسويسرا والبوسنة والهرسك. ده الطبيعي بتاع المغرب، خلاص بعد اللي عمله في مونديال قطر ما فيش جديد. الشوط الأول لقى صعوبة شوية. الشوط الثاني بدأ الفريق بقوة. الهدف بتاع ناهي الهدف الاول خلص على المنتخب الكندي اللي كان شرس في عمليه الضغط واسترجاع الكره والريتم السريع، انما فاول الهدف الاول من فاول معمول كويس، وبعد كده الهجمات المرتده كان لها دور كبير برضو ناهي في الهدف الثاني بعد عمل كبير من دياز، ونفس الفكره في الهدف الثالث رحيمي. الفرقه بتاعت كندا كلها راحت على الهجوم، فاعتقد ان هم هجمتين مرتدتين عملوا هدفين وسجل الهدف الاول من الكره الثابته، فنجاح كبير للمنتخب المغربي، وده الطبيعي بتاع منتخب المغرب. ب 60-70% من مستواه قدر يخلص على كندا ووصل لدور الثمانية في انتظار الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي. يذكر في هذا اللقاء أصيب سايبري ودخل سفيان رحيم الذي سجل الهدف الأخير لصالح منتخب المغرب، مع فرحة المغربيين المعتادة في كأس العالم التي كانت حاضرة في النسخة الماضية تتكرر الآن مرة أخرى. منتخب المغرب يقدم مثال آخر على مستوى المنتخبات العربية ويليام، على مستوى الجودة، على مستوى الانتصارات. صحيح، هذا انتصار جميل جدا للمنتخب المغربي. كنا نتوقع هذا الأمر، كنا نعرف أن المغاربة سيقدمون كل شيء من أجل التأهل إلى الربع، وكنا نعرف أنه عام 2022 كانوا قويا جدا، ذهبوا بعيدا إلى نصف النهائي. ولو أن المغرب في نظري لم يبدأ المباراة بالشكل الجيد، عانوا بعض الشيء، كان عليهم ضغط ربما في الشوط الأول. نعرف أنه في مثل هذه المنافسات في بداية المباراة الفرق تقوم بجس النبض لمعرفة من سيقوم بارتكاب الخطأ الأول، والليلة رأينا كيف أن المغرب فعل ما كان عليه فعله للتأهل، سجلوا 3 أهداف وتجاوزوا هذا الدور، والآن سنرى ضد من سيلعبون، ونتمنى أن يكون ضد فرنسا. إذن المغرب مشاهدينا الأعزاء بعد هذا الانتصار في طريقها إلى النهائي، حيث نذكر بأن منتخب الباراغواي سيواجه فرنسا في هذا اللقاء المرتقب أيضا على مستوى دور ال16. تلعب فرنسا في هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء متسلحة بأبرز نجومها وهو كيليان مبابي الذي حطم الأرقام القياسية على مستوى التسجيل، والذي ينافس أيضا من جهة أخرى ليونيل ميسي على الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم. شاهد أرقام كيليان مبابي في عدد المباريات ودقائق اللعب وعلى مستوى الأهداف في جميع المسابقات وأيضا في كأس العالم. يونس، نشاهد منها أرقام قياسية إعجازية على كل لاعب يلعب في هذه البطولة التي تعتبر الأصعب على مستوى البطولات الدولية. لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، يمتلك خبرة كبيرة، لاعب عنده حصة تهديف على مستوى عالي جدا. في أسوأ مواسمه مع مدريد هداف الدوري لموسمين في الليغا. اعتقد التطور الكبير اللي في مبابي من خلال البطوله الحاليه، احنا تعودنا على مبابي هو لاعب هداف، لاعب من انصاف الفرص يسجل، لكن اليوم مبابي اصبح افضل على مستوى قياده الفريق، اصبح اكثر التزام، اصبح اكثر جماعيه، اكثر انضباط في الادوار الدفاعيه، وهذا ما يميز كيليان في النسخه الحاليه.
اما على مستوى التهديف فهو لاعب متمرس جدا. اليوم وجود ديمبلي، وجود اوليزي، وجود باركولا، هم لاعبين جميعا يساعدون مبابي بشكل مميز جدا. فقط باستثناء المباراه الاولى اعتقد وجد صعوبه كبيره في ايجاد المساحات، لان كان هو ديمبلي لاعبين متواجدين كمهاجمين. مبابي يبحث عن من يساعده في استغلال المساحات، لا من يشاركه في استغلال المساحات. اعتقد بعد التغيير الكبير اللي صح اصبح اوليزي كلاعب بلاي ميكر بشكل اكبر، اعطى حلول اكثر واعطى تفاهم كبير ما بينه وما بين مبابي في استغلال المساحات. شفناه في المباراه الاخيره بحلول فرديه قادر انه يصنع الفارق قدام اي منافس. شاهد لقطات لتسجيل كيليان مبابي لمعظم الاهداف، يسجل باليسرى باليمنى، يصنع الاهداف، وقائد المنتخب الفرنسي. ويعتبر كأس العالم في هذه النسخة هي نسخة كابتن محمد لرد الاعتبار أكثر بعد الوصول للنهائي، تسجيل هاتريك في النهائي دون الانتصار في كأس العالم 2022. بص، هو لعيبه ريال مدريد عندهم تحدي لانهم بعد موسم صفري، فالموسم الصفري لازم يرد بقى. جاله كاس عالم، شفنا فينيسيوس، شفنا كيليان امتى يبقى هاري كين، امتى يبقى هالاند، امتى يبقى رونالدو، امتى يبقى بنزيما. كل دول هتلاقيهم في مين؟ في كيليان. امتى يصنع، امتى بقى يسجل، امتى يفتح لنفسه المساحه، امتى يعمل اسيست لديمبلي، امتى يعمل اسيست لباركولا. كمبيوتر في دماغه، عارف امكانيات اللي حواليه، عاوز الشورت باص يروح لاوليسيه، عاوز التمريره الطويله يروح لرابيو، عاوز بقى كل المساحات اللي يربط دايما مع الجناحين ويربط مع الباكين. فالنهارده هو بدأ البطوله سنانه زي ما بنقول كده في كره القدم، وفت على المستوى البدني والفني والذهني. احنا بنشوف الكابتن يونس اتكلم على الادوار الدفاعيه بدون كوره، الاسبرنتات اللي بدون كوره، الالتزام الجماعي، الالتزام التكتيكي، هو وديمبلي وباركولا مش معاهم الكوره بس، لا بدون كوره. الادوار اللي بيقوم بيها بدون كوره، استرجاع الكوره بسرعه والتحركات بدون كوره، الالتزام، فدي حاجه مميزه بالنسبه له. وهو زي ما قلت الموسم الصفري تحدي بالنسبه له، يقول العيب مش فيا، العيب في الظروف اللي كانت محيطه بريال مدريد والمشاكل اللي كانت من ريال مدريد. فكاس العالم برستيج لكل النجوم، عشان كده النجوم في حالتهم الطبيعيه. اللي اشعل الفتيل في بدايه كاس العالم مين؟ الجوت القصير والقزعه ميسي جاب الهاتريك، اشعل الفتيل للجميع. تلاقي هاري كين في احسن نسخه، هالاند في احسن نسخه، فينيسيوس في احسن نسخه. فاعتقد ان ده من احد المميزات هذا كاس العالم الموجوده، تالق النجوم. الناس بتتكلم على التكتيك، بتتكلم على الفرق الجماعيه، بتتكلم على التنظيم الدفاعي، بتتكلم على الهجمات المرتده، بتتكلم على الاستحواذ، انما في بعض الاحيان اللي بيعمل لك الحسم والفارق هؤلاء النجوم. هناك تنافس ايضا من جانب اخر على مستوى نجوم كاس العالم، كما تحدث كابتن محمد ابو تريكه في عمليه المنافسه على الهدف التاريخي في كاس العالم. شاهد ان ليونيل ميسي حتى الان في هذه النسخه سجل 7 أهداف، 6 أهداف لكيليان مبابي، هاري كين وهالاند 5 أهداف. ومن جهه اخرى ايضا نذكر بترتيب الهدافين في الصفحه الاخرى بان ميكيل ويارزابال مع منتخب اسبانيا، وعثمان ديمبلي، واسماعيل ياسار، وفينيسيوس مع منتخب البرازيل ب4 أهداف. هل هذا التنافس ويليام قد يربك نوعا ما حسابات كيليان مبابي في عمليه التسجيل اكثر، ام ان الجميع يحتاط مع كيليان مبابي